الو. الو. نعم يا ابو يزن. هلا روحي، كيفك؟ السلام عليكم حبايبي، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اول شغله حبايبي، حابين نتشكركم على وقفتكم الاسطوريه، وحبينا عن جد نتشكركم من القلب، لانه اقسم بالله انا ما توقعت محبين ام سيف لهاي الدرجه، وجيفارة العلي. خوفكم عليهم شيء بيرفع الراس، مو بس بتركيا، مو بس بكل الوطن العربي، شيء بيرفع الراس. فكثير من الناس اتصلوا وتشكروني انه شو اللي سويته، وانا بالنسبة لي عادي، اللي سويته اقل من عادي. والله العظيم انه كان يعني لو بقدر اسوي اكثر من هيك انا ما راح اقصر. فهلا شباب راح نحاول نتصل بجيفار العلي، نعرف منه شو اللي صار معاه بالضبط. ليش؟ لانه هو اليوم نزل فيديو، مثل ما بعرف، في بعض شافه واللي ما شافه راح احط لكم لقطة منه. فبصراحة انا ريحني انه اول شي طلع على اليوتيوب وحكى انه هو بخير، وطمنا شوي على ام سيف، بس ما فهمنا شو باقي التفاصيل. فراح هلا نشوف نتواصل معاه اتصال تليفوني ونفهم منه اكثر، نعرف منه شو اللي يعني صار معاه، قد ما فينه يحكي، قد ما فينا نعرف معلومات اكثر. بعرف انه كثير منكم متحمس، بس بده يعرف شو اللي صار مع ام سيف. من السعودية عم يتصلوا، من الكويت عم يتصلوا، ابو يزن خير شو صاير مع ام سيف. فما اعطيت حدا رد لحتى اني اتاكد اليوم من جيفار العلي شخصيا، ونحاول نعرف شو اللي صار معاهم بالضبط. فهلا مثل ما راح تشوفوا راح اتصل بجيفارة، وان شاء الله يا رب يرد علي. وانا واثق من حالي، تخيلوا ما يرد. الو. الو. نعم يا ابو يزن. هلا روحي، كيفك؟ لك حبيب قلبي يا ابو يزن، كيفك؟ طمني عنك. والله الحمد لله، انت كيفك؟ شو اخبارك؟ بشكر الله يا قلبي. صوتك واطي، مبين تعبان يمكن لساتك. لا والله مو تعبان، ماشي. في كولا روحي هون؟ روحي اذا في كولا جيبي لي كولا. كولا؟ والله عندي كولا، تعال. ايش بدي تجيبني؟ اول شي الحمد لله على سلامتك، والله شغلت بالنا عليك وما شاء الله تبارك الله، ملايين بل مليارات من الناس يعني عملتوا ضجة كبيرة بالوطن العربي عليكم انت وام سيف. يعني ما شاء الله، الله يكتر محبينكم ونشوفكم بأعلى المراتب يا رب. ما بعرف ابو يزن. لا اوكي، يمكن بقول لك ايش شيء حلو انه اشوف العالم اللي بتحبنا والعالم اللي حكيت تمام، شيء حلو. بس كمان بنفس الوقت انه يعني ان المشكله صارت يا ريت ما صايره، ويعني مو شايف شيء. نحن طبعا ما حدا بيريد انه لا سمح الله يصير مع انسان مشكله، مشان انه هلا بس في مثل بيقول الله يوقع الانسان بدي الله يوقعني بدي، يمكن لحتى اشوف العدو من الصديق. صح هذا المثل ولا انا طبعا غلطان؟ طبعا طبعا طبعا، الحمد لله على كل شيء بالاخير. بدي اطمن عليك، وبدي اعرف شو هيك وجهة نظركم، شو صار معاكم. فيك تحكي لنا شو اللي صار بالضبط، نفهم اكثر. كثير ناس متحمسين، كثير ناس بدها تعرف انه ام سيف عم يتصلوا فيني. بصراحة هلا اذا بدك ببعث لك محادثات واتس من السعودية، من الكويت، كثير من داخل تركيا، انه ام سيف لازمه شيء. حتى يعني في ناس عم تقلي ماديا بدها شيء. قلت لهم والله العظيم ما بعرف، يعني قلت لكم انه، فانا قلت لاتصل فيك وشوف انه لازمكم شيء ماديا. لا يا زلمه، الحمد لله انه الله عيطينا يعني. يمكن ربنا سبحانه وتعالى يعطينا اكثر من نستاهل. الله يرزقكم الحمد لله. ونحن بنحب بس نشكر هذا العالم، انه يعني الواحد ما بتعرف انت انه بس عرض خدمته، يعني قصدي لا اكثر ولا اقل. طبعا اكيد، والله كل الناس خير وبركه ما شاء الله يا ابني. طب ما شاء الله. شو كان رأيك باليوتيوب؟ شفت عم تحضر يوتيوب؟ شفت الفيديوهات اللي نزلت وشفت الأوضاع؟ شي بدايه بنفس الوقت حلوه يا زلمه عن جد. هلا ما بعرف، من شوي حضرت مقطع فيديو لبيكاتشو، هو كمان بيلعب بابجي.
ايه بيكاتشو. ما شاء الله عليه يا زلمه، قسم بالله ما توقعت انه اجل في عالم ما توقعت على بيكاتشو، مع احترامي له كمان يعني. يمكن اوكي بعرف على بيكاتشو، بعرف انه هو لاعب بابجي جيمرز، بس يعني مو هل كتير انا متعلق بالبابجي. اوكي بلعب بس مو هل كتير بالبابجي، بس انه ما كنت متوقع هيك اشخاص. يعني كنت متوقع انه كان في بيناتكم تواصل قبل المشكله هاي؟ لا ما كان في تواصل. ايه فما شاء الله عليه. يعني قلت لك برجع العالم القريبه منا، العالم القريبه يمكن حتى اللي بتعرفنا، فيمكن اخذ الموضوع في مسخره، وما بعرف كيف الطريق. يعني تخيل انه بيكاتشو عراقي، ما هي؟ ايه بيكاتشو عراقي جاري على فكره هون. عن جد يعني. والنعم من اهل العراق، قسما بالله يا ابو يزن، والنعم من اهل العراق مليون مره برجع بقول لك، والنعم من اهل العراق. بنوجه له تحيه طبعا لاخونا بيكاتشو. كثير والله، كثير فيديوهات كثير من بلدك يا زلمه، شقك شق مو عارفان شو عم بحكي، او مو عارفان الله وين حيطه في الاساس، مو عارفان كلمتين يحكيها عن بعضهم، بيجي انه والله ما بعرف. على مين قصدك؟ فيك تحدد؟ على العالم. إلك مثل ما بيقولوا إلك محب إلك 2000 عدو. بدك تتحمل السوشيال ميديا طريقة صعبة، وانت ما شاء الله مخضرم مثل ما بيقولوا أقدم مننا بكتير. مدرسة انت، يعني بدك تصبر شوي بهاي المواضيع. لا في عالم انه ما بعرف، يعني هو الانسان يوم بده يعرف حاله شو حكى. تمام اوكي انت حكيت، اذا انه انسان حكى، طيب انا حكيت كلمتين عندي وانه تنمرت على انسان او حكيت على انسان، طيب اوكي الفيديو طبعا انتشر على اليوتيوب، طيب روح تابع التعليقات، طالع كم من كميه هالناس قاعدين يوصفوك انت بالانسان الفاشل اللي ما عندك شيء. روح ورا تعليقات، شوف حالك، انه تابع حالك. يعني انه مو ضروري تطلع على حدا بطريقه جدا وسخه. يعني برجع بقول لك انا اليوم نزلت فيديو على قناتي، انا اليوم حملت فيديو على قناتي عن جد عالم كتير في حسابات موثقه ويوتيوبر جايين معرقيني. فكم انا برفع راسي بهذا الشيء، انه ما قدرت اتسبب اي مشكله مع اي يوتيوبر. انا ما في اي يوتيوبر حرجع اقول يوتيوبر هلا يطلع يقول والله جبار انا اذاني بهيك او حكى عني كلمه، ما في. يعني ما شاء الله التعليقات لا اغلب من يوتيوبر، اغلب التعليقات كان عندي الفيديو اليوم من يوتيوبر، يعني عن جد والنعم فيهم. طبعا انا بفتخر بهذا الشيء اني قدرت اكون هالعالم، او هالعالم اللي بتحبني. يعني طبعا مو اي انسان فينا تروح تعلق له. هلا انا اي يوتيوبر اروح اعلق له اكيد لا، ما لو شايفين مني شيء غلط اكيد ما حدا بيجي يعلق لي. فيك تذكر اسمه هذا اليوتيوبر، ولا اذا في احراج بلا ما في داعي؟ يمكن انا ما فهمت. عم تصور يا زلمه؟ انا عم صور بصراحه، انا عم صور. انا بدي اقول لك اقسم بالله، اسمع شوي بس انا نسيت اقول لك اقسم بالله العظيم اني عم صور. بدي اقول لك من البدايه، بس انت صرحت بالحديث وما حبيت اقاطعك. انا عم صور بس ليك انا بالاول ما عرفت انه صراحه بصور، بس بعدين يوم فينك تذكر اسمه، فيوم كيف فينك تذكر اسمه حسيت انك انا عم صور. والله العظيم اني نسيت اني اقول لك اني عم صور. انا هيك دقيت لك ونسيت بدي اقول لك اول شيء اني عم صور، لانه قلت لك ان الناس متحمسه بدها تعرف جيفارة، بدها تعرف ام سيف شو صار معه يعني، بس هذا الهدف من التصوير. هلا ام سيف اليوم قلت لك الموضوع ما بقى موضوع انه الشيء، يعني انه الشيء قليل، يعني مو انه موضوع والله انه كلمه الحكى هو عباره عن فيديو فقط، او هو عباره عن فيديو 30 ثانيه، او مثل ما انا عم تحكي هو فيديو عباره عن ما بعرف. يعني الفيديو ما هلا جايب 9 مليون ونص يا جماعه. الفيديو مو هو مشاهدات، مو انه والله نطلع مشاهدات. في عالم ابيض قسما بالله ماتت يوم شافت هيك مشاهدات على شو؟ طيب الفيديو فيه سبب، فيه اشكال، يعني في شيء وراها. الامن التركي تدخل، السلطات التركيه تدخلت، يعني الموضوع ما هو مزح، يعني والله ما هو مزح. يعني ما بعرف كيف حسبوها، وما بعرف والله ما بعرف. بس انه خلص ام سيف اليوم كان اخر شيء للجندرمه. اليوم رجعت على الفيلا، بس كتير ما فينا تحكي منهارة يعني. هي بالفيلا طلعت. يعني انا حاولت اليوم، انا كتير اليوم حاولت معه انه خلص انه بعد ما انتهت المشكله قلنا انه اطلعي بفيديو. فعن جد البنت كتير منهارة، مسير بجد كتير منهارة. الله يكون بعونه. بحاول اني اطلع لهنيك ان شاء الله، احاول انه انزل فيديو، بس انه اقل شيء انه انا بخير والحمد لله انه ما في شيء. الله يكون بعونه. وعن جد يعني بنت الواحد قد ما كان هلا انت زلمه بتتحمل دعك، بتتحمل كلام، بتتحمل، بس البنت بتضل طلع قاصر يعني. طبعا اكيد. فهذا الشيء اللي خلانا نرقد، والله انه بنضل حاسين حالنا انه مقصرين بعد كل الشيء اللي صار.
والله ما حدا قصر فيه، والله النعم منكم يا ابو يزن. الله يبارك فيك وان شاء حتى الله. الانسان اليوتيوبر اي يوتيوبر، حتى طبعا اللي كل شيء شخص نزل ولحق قضيه طبعا كل الشكر له، واللي ما نزل كمان شكرا كثير لك، لانه ما نزلت وانتقدت بطريقه او تنمرت بطريقه. انا عن جد شيء يعني يوم اوكي انسان يمكن عدت فيه مشكله، كأم سيف عدت فيه مشكله كثير، شو حنان صار على تحت اليوتيوب تلاقي انه فيديو حدا عم قاعد يتمسخر او يقعد يتنمر بطريقه جدا تافهه، فبيأثر يعني بالاخر. انا بقول لك بيأثر. هلا بجوز انا كشاب عادي ما بتأثر، بس انه كمان بيأثر عليها. بس انا شفت تقريبا شي فيديوهين او 3 على هيك امور مثل عم تحكيها، بس انا ما بعرف انت عمين قصدك بالضبط، عرفت؟ يمكن الفيديو اللي عم تحكي عنه انا شايفه. هلا انا اليوم ذات حكيت بفيديو حكيت بفيديو، بس في مثل برجع بقول لك كنت حابب احكي بالفيديو، بس للاسف خجلت ما يطلع مني. انت ما بيطلع منك غير الكلام اللي نظيف، وبعرف اكبر انت كثير بحبه. انا بقول لك خليك على مبدأك وانت الناجح، وبحب اقول لك هالكلمتين، خليك على مبدأك والله انت الناجح. مثل ما انت بتعرف في اطفال، في كبار، في صغار، في بنات ما طلعت منك انت. انا بعرف شو هو المثل، بس انا بعرف انه ما طلع من تمك هيك حكي يعني. بالاخر خيو مالي غير اقول لكل شيء تنمر او غلط او حكى او كان ضد هاي البنت، خيو الله يسامحك، ما في مشكله. كبير ابو الليث، كبير لك حبيب قلبي يا ابيض. الله يبارك فيك. شو بتوجه كلمه هيك للمتابعين على الكاميرا؟ والله يا جماعة عن جد برجع لكم، قريت كتير تعليقات يا الله شو تعليقات. اوكي يمكن انا ما قدرت لحق اقرا التعليقات كلها، بس ما صار الله شيء بيرفع الراس بالوطن العربي كله. أنا كنت معتزل يوتيوب، مو معتزله بشكل تام يعني. يمكن انا اخر 2 عدوا علي، يمكن شفتوا 3-4 فيديوهات بس نزل على قناتي. خلينا نقول 10 فيديوهات مو 3-4 فيديوهات، خلينا نقول هذا هالسنين اللي مرت 10 فيديوهات يمكن بس حملت على قناتي. بالطريقه اللي انتم حكيتوا فيها او بالطريقه المحبه اللي اعطيتوني اياها، خلص وعد انا مني اني ارجع بشيء محتوى حلو يعجبكم. طبعا هذا يمكن اقل شيء فيني اشكركم فيه، ورغم انا اعتزلت اليوتيوب يعني كعائله. انا صار عندي عائله، صار عندي ولدين، اتجوزت، فلاحق عائلتي لاحق اولادي، فخلص قلت لكم رح اوعدكم في محتوى انا رح يعجبكم كثير، ويعني هذا اقل شيء فيني اشكركم فيه. خلص رح ارجع يعني انا بدي ارجع. كفو والليث، بتنور يعني ازعر راجع. بتنور وان شاء الله باذن الله رح نعلن قريبا عن عمل جديد باذن الله. ان شاء الله ابو يزن. الله يبارك فيك وتحياتي لك، ووصل لي سلامي لأم سيف ونانو، وان شاء الله هيك يعني متابعين يزن الاسطوره ما شاء الله عليه، انك مبدع ما شاء الله عليه. الله يبارك فيك، الله هذا من ذوقك ولطفك. هلا قبل المشكله كلها، هلا مسوي ما بعرف اذا سوي تحدي جديد على فكره. هو تحدي انه اللي بفوز عليها في الكار فبتعطيه ورقه، وبين هالورقه كله شدات الا في $3000 تمام؟ ايه. فقلت لها لا مسيف، قلت لها انا انه خدي يزن، انه خلص خدي يزن العبي معه. قال يزن اول شيء خسرانه وحظه حلو اكيد راح يختار $3000 ما راح نلعب معه. هاي قبل ما يصير مشكله. ايه قبل لا بدنا نرجع عمي، بدنا نرجع نحن، الا بدنا نرجع نسوي التحدي ان شاء الله يا قلبي. حبيبي بوس لي ليث، والله يحمي لك يا رب، وسلام للجميع. الله يخلي لك اولادك يا رب. الله يسعدك. يلا السلام عليكم حبيبي. السلام عليكم. مع السلامه. اوكي شباب، انا صراحه معلش نسيت اني عم صور. فاذا بدر مني اي حركات طلعت هيك ما بعرف، انتو قطعه مننا، ما نكون غرب، اهل نحن. مثل ما سمعتوا وجه كلام لكل اليوتيوبريه اللي تشكرون يعني، وما بعرف بالاخص بكاتشو، ما بعرف شو السبب. يمكن هو لانه شفته آل عراقي وابن بلدي. انا بجوز عرفت اليوتيوبر اللي كان قاصده انه هو، بس ما حاب يحكي اسمه، وانا طبعا ما فيني احكي اسمه، هو حر. وهيك بيكون الفيديو انتهى. وتحياتنا لكم شباب، والله لا يجيب اي مشكله لاي انسان، وان شاء الله بكره بنرجع بنلاقي ام سيف على السوشيال ميديا، وبنحبكم كثير. سلام. انا خلي كل شي واضح حتى بعينك انت تشوف، يزن الاسطوره خارج عن مألوف،
كل خصومه صار يشوفوا كوابيس. انا اذبح سكوادك كله بس لاني بول بروف. اري شور انك تيجي تتحداني، هالسطور خلي خصمي ما ينساني. لاعب لعب تارك فيهم انا بصمه، خلي يثبتون الفكره يا زماكم انه ثاني.